النهارده ان شاء الله هنعمل الكوارع بطريقه حلوه جدا. لو بتعرفي من الكوارع ما بتعرفيش تنضفيها، لو بتخافي ما تستواش معاكي وتطلع معاكي طعمها حلو جدا زي اللي بناكلها بره، تعالي جربي الطريقه دي. اول حاجه هنسمي الله. الكوارع بتاعتي انا بمسكها اغسلها كويس جدا، وبعد كده بنقعها بملح كتير وتلات اربع ليمونات كبار. بعد كده بغسلها كويس قوي وبجيب ميه على النار تكون بتغلي، ببتدي انزل فيها في الكوارع زي ما انت شايفاه كده قدامك. بنزل كده معايا بالكوارع وببتدي ان انا اسيبها تغلي معايا غلوتين. غلت الغلوتين معايا ببتدي ان انا اخدها واشطفها تاني، افضي منها الميه واغسلها كويس جدا برضو تاني. بكون في الوقت ده حاطه حله تانية على النار. بعد ما غسلت الكوارع والميه سخنت عندي، ببتدي انزل بقى بالكوارع على حله تانية نضيفه خالص زي ما انت شايفاها كده. بنزل عندي بكل كميه الكوارع بتاعتي، وابتدي ان انا انزل عندي عليها كمان بايه، بنزل عليها ببصلايه، وبنزل عليها كمان بطماطمايه متقطعه. انا مش الطماطم مش بضربها في الخلاط، انا بقطعها بس. بنزل عليها بيها كده بالشكل ده، وابتدي انزل عليها كمان بورقتين من اللورة. اللورة بيسحب ريحه الزفاره، ما يخليش ريحه زفاره. ورشه كمان من الفلفل الاسود. ما تحطيش ملح من دلوقتي، لان الملح هيخليها تغيب معاكي في السوا اكتر. تمام، بسيبها لحد ما تستوي خالص تبقى معايا بالشكل ده. بس الشوربه بتاعتها صافيه خالص، ما فيهاش اي حاجه، جميله. والكوارع عايزه اقول لك دايبه معايا جدا، تحسيها كده زبده وانت بتاكليها، ولا فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه، وطعمها جميل جدا. عايزه تاكليها زي ما انا اكلتها كده مسلوقه براحتك. عايزه تعمليها في الفرن، يبقى هتجيبي لك فصين توم وتحمريهم وتطشيهم بالخل، وتعملي طماطم في الخلاط مع بصلايه، وتبتدي ان انت تحمريهم كده وتحطي وتطشيهم بالخل والثوم. بعدين تحطيها في البرام وتدخليها معاكي بالصلصه في الفرن، تتشمع وتاخد معاكي لون، بتطلع معاكي بألف هنا وشفا. طريقه سهله سريعه، طعمها بيطلع حلو جدا. من احلى الطرق اللي تعملي بيها الكوارع، جربيها على ضمانتي.